مهلا. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة الخبز على حطب لكن بدون حطب. تحبوا تشوفوا المقادير متاعي؟ هما صحفة بالطبيعة باش نخلط فيها الفرينة، البيضة العادية متاع الخبز، خميرة تاع خبز زادة، ملح وسكر. بعد باش ناخذ ماء سخون ونخلطه بشوية حليب بارد، كونتيتي يكونوا قد واخر حاجة زبدة والا مارغرين. وكان تحبوا نتوما لفاح متاع الخبز، انا هوني باش نحط شويه سينوج. نعجن لي زانغريديون تاعي في بعضهم بالكدا ونقعد نزيد في الخليط نتاع الماء بشويه بشويه حتى لين تكون لي عجينه باهيه. وين نشوفوها حضرت قطيها بساشي ونزيدها منديله من الفوق ونخليوها تخمر مليح مليح ابوبري ساعتين. تعداو ساعتين والعجينه نتاعي خمرت مليح مليح. بعد ما قصيت الخبزات نتاعي نكورهم بالطريقه اللي تشوفوا فيها قدامكم تويكا. ديما نرش شويه فارينه باش ما تلصقش، خاطر كيما قلت لكم العجينه طريه بالكدا. ونعمل كيف كيف للي بول نتاعي الكلهم. بعد ما كملت فرمت لي بول نتاعي الكلهم، نغطيهم ونخليهم يرتاحوا نص ساعه. ومن بعد ناخذ بالوحده ونحلهم بشويه بشويه بالقلقال. الخشن مش برشا، حكايه نص سنتيمتر با بلوس، خاطر من بعد بالسخانه بالطبيعه باش يتنفخوا ويوليو مزيانين. وسينو في الحلين مش لازم ننزلوا عليهم برشا برشا، معناها دوب ما تمشي وتجيب بالقلقال حتى لين تتحل في الكبر اللي انت حاجتك بيه. نكمل نعمل لا ميم شوز لي بول الاخرين اللي قعدوا. وما نساوش نحطوا الفرينه ديما وقت اللي نحلوهم على خاطر البات طريه برشا. دونك باش ما تلصقلناش كل مره نرشوا شويه فرينه ونحلو بسياسه بسياسه حتى لين نكملوا خبزتنا الكل. بعد ما حليت الخبزات نتاعي نحضر القلايه اللي باش نطيب فيها. كيما تشوفوا القلايه هذيا حديد ورزينه بالكدا. تشبه للي طيبوا فيها الطاجين والملاوي، المهم تكون حاجه رزينه وستوردي. باش نسحقوا زيادة للحجر، المهم يكون حجر ناتشورال. هيك الحجر رزين معناها، مش الحجر نتاع ديكوراسيون الخفيف ولا الفيك. فوالا نحط الحجر نتاعي في القلايه. نحلو بالكدا باش نعملو كيما نقولو طبقه ايفن، يعني قد. ومن بعد نحط الحجر يسخن فوق الغاز. ما نبداوش نطيبو الا ما يسخن الحجر بالكدا بالكدا. شوفوا هنا يلي الحجار نتاعي سخن مليح حتى من اللون نتاعو تبدل. تويكا ناخذو توا بالخبزه ونحطوها فوقو باش تطيب. الخبزه نتاعي طابت بالطبيعه، قلبتها مش يرتين كيما تشوفوا تنفخت بالكدا. وفوالا كيف تطيب نحطوها مع مخياتها.
كيما تشوفوا الطريقة سهلة ماهلة والريزولتا يامي.